السلام عليكم. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. عاملين ايه؟ عساكم بخير. يلا اذكروا الله كتير ونصلي على الحبيب. سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي رسول الله. انا طبعا حابه يا جماعه اشرب عصير علشان انا عايزه اخف من الشاي شويه، لان الشاي اللي انا باخده انا ممنوعه من الشاي كمان علشان الكالسيوم. الشاي مع الكالسيوم مش بيتفقوا مع بعض طبعا. بيبقى لازم عشان اخد برشامه الكالسيوم بعد الغداء لازم اكون قبلها بساعتين، يعني مش شاربه شاي. بعد الكلب باخد برشامه بساعتين اكون مش شاربه شاي. طب يلا نصلي على الحبيب. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي رسول الله. طبعا انا عندي برتقال عصيف وهو جميل، ما زال البرتقال موجود الصيف يا جماعه. على فكره ده بيبقى احلى بكتير على فكره من البرتقال ابو سره. تعمليه مربى، تعمليه جزر وبرتقال مربى، تعملي جزر وبرتقال عصير، تعملي مهلبيه جزر وبرتقال، تعملي برتقال لوحده مهلبيه، بيبقى في منتهى الجمال. لان البرتقال الصيفي يا جماعه هو فيه ميه وفيه الياف اكتر، يعني مفيهوش الياف زي بسره، لا في دوت فيه ميه اكتر. طب حبيباتي يلا الفجر اذن، يلا بعد ايه ما نصلي الفجر بقى نخش بقى نعمل ايه العصير. طبعا انا كان عندي مركز الجواف، انا مش مركزه يا جماعه. بسم الله الرحمن الرحيم. مركز الفراوله انا كنا عاملينه قبل رمضان. طبعا انا بقى مشيت بقى ما كنتش قاعده في رمضان اهو، كل حاجه بحالها عندي يعني الحمد لله. هعمل بقى عصير برتقال بمركز الايه الفراوله. طبعا عندك دي جميله جدا، الناس بتحبها قوي جدا يعني خالص. بس انا مش بقدر بجد، يعني انا ايدي بتبقى وجعاني فبستسهل اللي هي الكهرباء. تمام، الاتنين حلوين ويعني هيدوا النتيجه هي واحده. تمام، وخليكم معانا ونقول يلا نشوف هنعمل ايه. هنا 3 برتقانات يا جماعه طلعوا كده. طبعا هننقص من الكوبايه دي علشان ايه؟ ادي مساحه للفراوله، عشان انا مش هحط سكر طبعا. الفراوله هتحليه، وطبعا الفراوله كانت واخده سكر. ونشوف هنعمل ايه. ادي مركز بتاع الفراوله يا جماعه، وانا نقصت من عصير برتقال علشان انا هحط الفراغ ده كله عصير فراوله او مركز الفراوله. تمام، ادي العصير يا جماعه. طبعا شربت منه كتير على البرتقال علشان هو ايه كان لازم ياخد فراوله، يعني قد البرتقال اللي هو موجود. يعني كان نص برتقال حطيت النص التاني فراوله علشان انا ما احطلوش سكر، لان الفراوله لما عملتها فراوله مركزه هي كان فيها سكر كتير. بس فاضل حاجه بسيطه واقول لكم مع السلامه. ادي العصير طعمه جميل جدا يا جماعه. خلاص بقى الفراوله خلصت، كنت عايزه اعمل بيها حاجه كده يعني حاجه تكون الفراوله فريش، دورت ما لقيتهاش. لحبايباتي يسعد صباحكم كلكم يا رب، صباحكم معطر بذكر الله. يا لحبايباتي استودعكم الله الذي لا تضيع عنده الودائع، الى الملتقى ان كان في العمر بقيه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. جربوه جميل والله. ممكن تحطوا كمان يا جماعه اللي هو ايه، الموز مع الفراوله، والموز مع اللبن لما تكوني انتي عامله المركز برضه. تجيبي كوبايه الا ربع لبن، وتجيبي يعني حوالي معلقتين 3 من الموز المركز، يكون جميل خالص. مش حبيباتي، انا بعد ما قلت السلام عليكم اقول لكم تاني السلام عليكم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.